معلومة كده عن السريع، هنكلمكم على رواية مشهورة جدا ما تكلمناش عنها في حلقة الحشاشين. بتقول إن حسن الصباح والشاعر عمر الخيام والوزير نظام الملك السلجوقي التلاتة كانوا زملاء في الدراسة لأستاذ واحد، وتعهدوا هم التلاتة إن أي حد فيهم هيحقق النجاح المطلوب هيساعد البقية. ودارت الأيام والسنين والشهور، وأصبح نظام الملك وزير للسلطان السلجوقي، وكوافأ للعهد عرض نظام الملك على حسن الصباح وعمر الخيام منصبين، لكن عمر الخيام كره إطلاقا مسؤوليات الإدارة، وفضل الحصول على معاش بيتيح ليه إن هو يتمتع بمباهج الفراغ. أما بقى حسن الصباح وهو موضوعنا فرفض برضه إنه يتولى منصب إقليمي، وأصر الحصول على منصب في البلاط، وبالفعل حصل على منصب كبير جدا وأصبح مرشح للوزراء ومنافس خطير لنظام الملك نفسه. وعلشان كده نظام الملك تآمر ضده وخدعه، واستطاع إن هو يعزله من منصبه. لكن المفاجأة إن الرواية دي مليانة مغالطات تاريخية، وده من خلال مقارنة تواريخ الوفاة بين نظام الملك وعمر الخيام. ومن خلال مقارنة التواريخ دي، فأقل تقدير إن التلاتة ما تعاصروش إطلاقا كطلاب علم، والغالب إن نظام الملك كان بيخوض المعترك السياسي لوحده في الوقت اللي اتولد فيه حسن الصباح.